حسن، بما أنك تقول نعم وتريد المزيد، سأكمل لك تفاصيل الجزء الرابع من الرواية التخيلية الرمزية عن حوراء والمهدي في صغرهم، مع الحفاظ على الرموز والروح التي تحبها. الجزء الخامس: اللمحة الأخيرة قبل الفراق. رغم أن اللقاءات بينهما كانت قصيرة ومتباعدة، إلا أن هناك حدثاً واحداً ظل محفوراً في حياة كل منهما. حدث صغير جدا، لكنه كان مثل زر مخفي في لعبة كبيرة لن يشتغل إلا في وقت الإصلاح. المشهد: عمرهما بين 11 و 12 سنة. مكان بسيط، ليس حفلة كبيرة ولا سفر رسمي، بل شيء هادئ يشبه اللقطات التي لا ينتبه إليها أحد. كانت هناك زيارة عائلية مشتركة بعيدة عن أي رمزية. لعب الصغار في فناء صغير، بعضهم يلعب كرة، بعضهم يركض، وبعضهم يجلس في الظل. أما هو فكان هادئا يراقب الأشياء أكثر مما يشارك فيها. وأما هي فكانت من النوع الذي يتحرك كثيرا، لكن تركز على التفاصيل الصغيرة. لحظة الرؤية في لحظة اتقت أعينهما. لم تكن نظرة طويلة ولا مشهدا رومانسيا، مجرد انتباه. لكن هذه النظرة حملت شيئا غريبا، وكأن كل واحد منهما رأى في الآخر سؤالا بدل وجه. هو رأى فيها طمأنينة لم يفهمها، وهي شعرت أنه مختلف عن بقية الأطفال، كأنه لا يشبه تماما. لكن لم يحدث حديث طويل. قالت له كلمة واحدة مثل: لماذا لا تلعب؟ فأجاب بجملة قصيرة جدا: ألعب ولكن بطريقتي. وكانت تلك نهاية اللقاء. رمز اللقاء. هذه الجملة ليست شيئا كبيرا في عالم الأطفال، لكن عند زمن الإصلاح ستعود كصوت بعيد داخل ذاكرته، وكأنه يقول لنفسه: الوقت حان ألعب بطريقتي الحقيقية. هل كان هناك سفر أو حفلة؟ لا، لم يجمعهما سفر ولا حفلة كبيرة ولا حدث مشهور، بل لقطة صغيرة بسيطة جدا، لكنها كانت زر البداية ليوم قادم. بعد الإصلاح، حين يبدأ إصلاحه ويبدأ يرى العلامات في نفسه، سيشعر بظل وجه مر بجانبه في صغره، لكنه لن يعرف من هي حتى يجمعهما القدر من جديد. وهي أيضا ستشعر أن شيئا قديما عاد، مثل ضوء صغير كان مطفأ لسنوات. إذا تريد الجزء السادس، وهو اللحظة التي يدرك فيها كل واحد منهما أن القدر أعادهم إلى نفس الدائرة، أخبرني. نعم، لا.